حرصا على الخصوصية، الإجابات فقط دون الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في خير حال. معاكم مدرب معتمد واستشاري إرشاد نفسي وأسري حنان حامد. النهاردة هنسمع مع بعض محاضرة مهمة جدا اتطرحت من خلالها أسئلة مهم تسمعوا الإجابة عنها بالنسبة لفترة المراهقة والسلوك السلبي اللي بيبقى بعض السلوك طبعا، لأن احنا محتاجين فيديوهات كتير نشرح فيها نوضح ونشرح فيها أسباب ودوافع السلوكيات السلبية في الفترة دي. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. حد حابب يسأل سواء داخل الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه أو حاجة تانية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اللي بشكل فيه كما أشاء. يعني على فكرة خلوا بالكم، أنت لو خدتيه من جانب إن أنت هتؤجري على هذا الأمر، أو هتثابي عليه، أو هتاخدي هتتعاقبي عليه. فهماني حبيبة قلب؟ دقيني هتواجهي شخصية أنت نفسك هتقولي ده مش ابني، ده مش ده اللي أنا ربيته جوه بيتي. امتى الكلام ده بيحصل؟ بعد سن ال 14 وال 16 بنلاقي مصايب. ليه؟ انا في حاجات الولاد بيعانوها في السن ده انا ما بنتبهش ليها غير متاخر، بيبقى خلاص اعتاد عليها. يا اما بضغط قوي بشكل غير تربوي او منهجي، انا منهج ماشيه عليه تربوي اكون انا بقى درسته صح في التربيه، فبذلك الطفل بيكبر بيبقى شاب مراهق بنفس العيوب دي، بيبقى راجل بنفس العيوب دي، بيتجوز بنفس العيوب دي، بيخلف برضه بنفس العيوب دي. بتلاقي ان الولد او البنت خدت نفس الصفات السلبيه اللي هي ما قومتش في السن الصغير، خدتها معاها بقى في بيتها الجديد ومع اولادها. لذلك بنلاقي المشاكل الشباب في الفتره دي كتيره جدا جدا عن الجيل اللي قبل كده. ابني بصوته بيعلى عليا، ابنه بيشتمني، ابني بيخرج كتير مع اصحابه. عدلي من سلوكك انت، الحقي ما بقى. أيوة. ادواتك دي ثقافتك ووعيك، واحضر مع ناس متخصصه، اخد استشارتهم، اخد بعض الارشادات اللي تعاوني وتساعدني. مش عيب يا جماعه، كلنا بنتعلم، كلنا بنتعلم لغايه دلوقتي. لازم نتعلم عشان لاجل عيون ولادنا. انا اتعب وابذل مجهود واخد وقت ان انا ادرس بشكل معين في المجال التربوي، واثقف نفسي واكون عندي وعي كامل. ابني في الفتره دي محتاج مني ايه؟ في فتره الطفوله محتاج مني اايه اعمله معاه؟ بعد فتره الطفوله هو وداخل على سن المراهقه انا مطلوب مني ايه كأم؟ وده طبعا بتعمميه في الاسره. يعني انت بتخلي الموضوع ده، ثقافتك دي بتساعدك ان انت تفهمي حتى افراد الاسره كأب او جد او جده او الناس او اخواته الاكبر منه. المفروض ان احنا نتصرف بالشكل الفلاني. اوعي تخلي حد يبوظ لك تربيتك لابنك او بنتك. انت ممكن موقف واحد زي ما انا حكيت من شويه يبوظ يعني اخلاق ابنك. ايه تعديله بيبقى صعب، بيبقى صعب، مش مستحيل بس صعب، مجهد جدا ومتعب جدا. فانا ابقى لما اكون انا عندي وعي ما اخليش حد تاني يبوظ لي الدنيا. وبعدين يعني عايزين نغير ثقافه ان انا همشي على نظام صاحبتي او اختي او حد تاني بيربي ولاده بالشكل الفلاني. انت ادرى بولادك ينفع ايه معاهم. انت من باب ان انت بعد ما انت يعني اتعلمتي كويس جدا واتثقفتي كويس جدا ودرستي كويس جدا واخدتي كورسات الكافيه في تربيه ابني او بنتي وولادي، تقويمي لولادي هيبقى بشكل صحيح. فاني اي حد هيجي يعدل عليا، لا، انا عارفه بعمل ايه، انا فاهمه ولادي ينفع معاهم ايه وما ينفعش معاهم ايه. ما ينفعش حد يجي يقول لك ايه ده، طب ده ما انا بعمل مع بنتي كذا وزي الالف. اوعي تنبسطي ان ابنك او بنتك قاعدين هاديين كده في فتره الطفوله خوفا منك. هو خوف بس مش اكتر، هيجي وقت وهينفجر، هتلاقي شخصيه تانية تماما. انت نفسك هتتصدمي وهتفقدي السيطره. عارفه لما تكوني ماسكه دركسيون كده، دركسيون عربيتك، ومره واحده اتفلتت منك، ما انتش عارفه تحودي شمال ولا يمين ولا توقفي ولا تعملي ايه. الولد والبنت في سن المراهقه بيبقوا كده، كانك سايقه عربيه، لو انت مش متمكنه الدركسيون هيفلت منك، مش هتعرفي تلمي الدنيا.
هتلاقي في انحرافات اخلاقيه، هتلاقي في سلوك غير سوي، هتلاقي صفات سلبيه، هتلاقي دنيا بايظه. وبنرجع نقول هو ابني ليه بيعمل كده؟ هو ابني مش بيسمع كلامي في المذاكره ليه؟ هو ابني بيختار صحابه بالشكل الوحش ده ليه؟ ليه صحابه كلهم اخلاقهم بالشكل الفلاني؟ ما هو من الاصل حبيبتي في حاجه غلط، في حاجه غلط فيا انا كأم، انا ما اخدتش بالي منها. لازم اقوم نفسي واجهز نفسي كأم الاول، وبعد كده ابدا اقوم ولادي. العصبيه ممنوعه، الضرب ممنوع، الانفعالات الغير منطقيه ممنوعه. ما ينفعش. حاجات كتيره المفروض انا اعمل عليها اكس في حياتي. بيبقى فاهم كل حاجه، بيبقى فاهمك انت وبتتصرفي معاه انت وبتنفجري فيه. هو ممكن يكون ملوش اي سبب في الموقف اللي انت بتنفجري بعصبيتك فيه. ممكن يكون غضب من موقف مع زوجك، مع حد في شغلك. عشان ابني او بنتي كائن ضعيف انا انفجر فيه بعصبيتي وانفعالاتي، اخرج عليه حرام. ما هو انت اللي هتتعبي بعد كده. بس انا طولت في الاجابه، بس انا عممت علشان اكيد في اسئله كتير هتبقى في الحته دي. ندي فرصه لسؤال او سؤالين تاني عشان احنا خدنا الوقت جامد جدا. لو حد حابب يسال قبل ما نقفل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. الأول بصي حبيبه قلبي، في حاجه اسمها جوده الوقت. جوده الوقت، انا ممكن اقعد طول النهار مع اولادي، بس انا ما استفادوش مني حاجه. انا ممكن اديهم وقت كبير وانا قاعده طول النهار معاهم بقى، بعمل اكل وانا معاهم حواليا هم ومعايا في الوقت ده. انا بيستفادوا مني ايه؟ بزرع فيهم ايه؟ بنمي فيهم ايه؟ في حاجه يعني مهمه جدا احنا بنأثر فيها في الفتره دي، حاجه اسمها تنميه المهارات. ان انا انمي مهاره ابني، اشوف هو يعني شاطر في ايه، بيحب ايه، دماغه رايحه في انهي اتجاه، واساعده. الموضوع ده يا جماعه بيشيل، يعني هقول لكم نسبة كبيرة من الانحرافات اللي بتحصل للولاد في سن المراهقة، سواء بقى داخل البيت أو خارج البيت. ليه أنا بخرج الطاقة اللي عندي ابني بشكل صحيح وبشكل إيجابي؟ لو بيحب الرسم، بيحب رياضة، بيحب مهنة معينة، أنا أساعده إن هو ياخد الاتجاه ده بشكل صحيح وبشكل علمي، علشان السلوك اللي بيكتسبه بعد كده. يعني انا حابه اقول كلام كتير ان شاء الله، يا رب ينفع بينا ويجازيكم خير على حضوركم. يعني انتوا بتؤجروا على حضوركم دلوقتي معايا، كله في ميزان حسناتكم. أنت انت أكثر والله. أنا أول مرة جزانا يعني وإياك يا أحضر حبيبتي. ومرتاحة. الكورسات دي يا رب تكون ان شاء الله مفيده بيكم. ما تستخسروش في نفسكم، صدقوني. زي ما انتوا بتتكلفوا في الاكل وفي الشرب، في التعليم، في امور كتير في حياتنا، بنيجي على نفسنا وبنصرف او بنكلف او بنعمل. والله اخلاق ولادنا وتربيتهم من اساسيات حياتنا. دي حاجات ثوابت. انا اتعب شويه واولادي صغيرين عشان اقومهم واعلمهم حاجات هتفضل معاهم مدى الحياه، وهيدعوا لك. والله الولاد لما بيكبروا وبيلاقوا نفسهم اكتسبوا صفات وسلوكيات جميله كان ممكن ينحرفوا عنها او يعملوا عكسها، هيفتكروكي بجد. والله انا عن تجربه، عن تجربه بجد، حالات كتير بجد. الولاد لما بتكبر وبتفهم بتدعي للام والاب لما يكون انسان برضو تربوي وسوي، بجد بيحسوا قد ايه هم عملوا فيهم جميل كبير، غيروا من مسار حياتهم كله. ان انا اهتميت بتعديل سلوك ولادي وهم صغيرين علشان راحتي انا، وعشان راحة ولادي بعدين يرتاحوا، يبقوا ناس طبيعيين، يتعاملوا مع المجتمع بشكل سوي، بشكل محترم. التعليم لوحده مش كافي، هقولها يعني تاني واولا واخيرا. التعليم حبايبي لوحده مش كافي. زي ما بهتم بالتعليم اهتم بالتربية. ازاي انا اجهز نفسي واقوم نفسي كأم، بالاهتمام بان انا ابحث ادور اتعلم، مش عيب، علشان انا ابقى جاهزة اقوم ولادي. لازم انا نفسي اللي ابقى مستعدة لده. لو انت اللي انت هتتعلميه ولادك هيشربوه منك، على فكره دي حاجه فطريه. لو بقيتي انسانه هاديه وناضجه وبتتصرفي بشكل عقلاني، بتعالجي الامور بشكل يعني ملتزم وبشكل علمي،
وتربوي، الولاد هيكتسبوا منك الامور دي، اللي انت هتتعلميها هياخدوه منك. زي العصبيه بالظبط، زي التصرفات اللي مش كويسه، بياخدوها الولاد مننا برضه بشكل غير يعني مقصود مننا خالص. فحبايبي اهتموا رجاء، واحب ان انا اشوفكم في المحاضرات اللي جايه ان شاء الله، هنقول كلام مهم. وحبايبي اللي اشتركوا معايا في الكورس، ان شاء الله الكورس خلال الايام الجايه هعلن عن الموعد بتاعه، واللي ما اشتركش وحابب يشترك ويستفاد، اهلا ومرحبا بكم جميعا حبايبي، وربنا يا رب ينفع بينا يس وجزاكم الله يا خيرا. أستاذة شكرا جزيلا. ايوه كلم. شكرا لك. أنا أستاذة ممكن أطلب رقمك دي أكلمك عنه؟ كانت الإجابات على بعض الأسئلة اللي بتيجي من خلال المحاضرات أو اللقاءات، ويا رب تكونوا استفدتوا منها إن شاء الله، ومنتظراكم في فيديوهات ولقاءات أخرى. ما تنسوش دعم القناة باللايك والشير والاشتراك بالقناة لتعم الفائدة، ومنتظرة تعليقاتكم الجميلة. دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.